عايز يلعب كوره يدفع فلوس، واللي معهوش فلوس يقعد في البيت وممكن يكون هو الموهوب، واللي عمال يدفع ما بيعرفش يشوط كوره ولا يعرف يبص كوره. الدنيا اتغيرت، واحنا للاسف سيبنا نفسنا للبزنس، والمراكز الشباب حولناها لبزنس، بدل ما تكون مراكز الشباب هي المكان اللي الولاد الغلابه يلعبوا فيها، لان الشوارع خلاص ما بقاش في شوارع تلعب فيها كوره، مدارس ما بقاش فيها حوش تلعب في كوره، حتى مراكز الشباب خليناها بالفلوس، والكوره للفقراء، ومعظم اللي بيبقوا لعيبه كوره بيبقى من البدايه 90% منهم فقراء. انت خليت الفقير بيتفرج من ورا السور ويعيط عايز يلعب ومش عارف، وعمالين نعمل في ملاعب ترتان قد كده، والانديه تعمل اكاديميات، الولد راح يلعب في النادي، لا الاداره بتقول له لا خش على الاكاديميه، يا اخي انا عايز العب في النادي، لا ادفع 1000 جنيه وخش، يا عم معيش 1000 جنيه.